الإخوان السلام عليكم. كيف حالكم؟ عيدكم مبارك سعيد. اليوم تبارك الله أخبارات زوينة، اللهم لك الحمد. جاتنا أخبار جد مفرحة من القاهرة. إن شاء الله. أولا مليون مبروك للمنتخب المغربي على هذا التتويج، واعتبار المنتخب السنغالي خاسر ب3-0. اليوم غادي نعطيكم أهم القرارات اللي خرجوا من لجنة الاستئناف بالقاهرة. الحمد لله هذه القرارات كانت بعد واحد المجهود كبير اللي قامت به الجامعة الملكية المغربية للدفاع عن الحقوق المشروعة للمنتخب المغربي. الجامعة قامت بواحد الخطوات كما كنقولوا جريئة وفي صمت، وقدرت انها تنتزع اللقب عن جدارة واستحقاق، لحقاش كنا نستاهلوه، وخاصة لما بدر من لاعبي المنتخب السنغالي اثناء انسحابهم من المقابلة ديال النهائية، والطريقة ديال التعامل في مقابلة النهائية، وخاصة من اللاعبين اللي الجل ديالهم غادروا أرضية الملعب. وكما كنقولوا والأمور كانت في صالح الجامعة وصالح الدفاع على الحقوق المشروعة للجامعة المغربية، اللي قامت بواحد كما كنقولوا واحد الباركور كبير باش ترجع الحقوق للمغرب والمغاربه. والحمد لله حنا فرحانين هاد الليله كاملين. تحيه للسي فوزي القجع، تحيه لكاع كما كنقولوا الاسود اللي كانت ورا هاد الانجاز. انا بالنسبه لي كنحسبه انجاز، لحقاش المغرب فقط انه قدر انه يرجع الحق ديالو. وواحد بزاف ديال القرارات اللي خرجت بهم لجنه الاستئناف، غادي نعطيكم اهم القرارات اللي استندت عليها الكاف اللي منح اللقب الامم الافريقيه للمغرب. اولا قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكره القدم من حيث الشكل والاسس، يعني كما كنقولوا كان بازي، يعني الاستئناف كان بازي من ناحيه الدفاع ديال الجامعه المغربيه. هي اللي خلات ان لجنه الاستئناف انها تقبل الاستئناف. الحاجه الثانيه الغاء قرار هيئه المحلفين التاديبيه التابعه للاتحاد الافريقي، وهذه واحد النقطه مهمه بزاف، لحقاش هي اللي كانت السبب انهم كما كنقولوا في الحكم من الاول اللي خلاو ان المغرب ما ياخذش كما كنقولوا باش انه كما كنقولوا تثبتوا القرار الكاس السنغال. الحاجه الثالثه لجنه الاستئلاف ارتأت الى ان سلوك المنتخب السنغالي في المباراه يندرج ضمن نطاق المادتين اللي هما كما كنقولوا واحد جوج مادات اللي هما السبب اللي كانوا انهم باش ينسحبوا منهم اللقب، اللي هي الماده رقم 82 كما كنقولوا ثبوت انتهاك المنتخب السنغال الماده 82 من لوائح كاس الامم الافريقيه. هذا من الاسباب الرئيسيه اللي خلات ان لجنه الاستئناف انها تسحب اللقب من المنتخب السنغالي. ثم الاعلان عن الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المغربي له اسس كما كنقولوا اسس متينه، وكذلك ثبوت انتهاك المنتخب السنغالي الماده رقم 82 من لوائح الكاس الاتحاد الافريقي وفقا للماده 84. كذلك الماده 84 حتى هي قلنا 82 و 84 من لوائح اعلان خساره المنتخب السنغالي لهذه المباراه بنتيجه 3-0 لصالح المنتخب المغربي. هادو هما المادتين اللي كما كنقولوا هما السبب اللي خلاو انه يتسحب الكاس من المنتخب السنغالي وتعطى المنتخب المغربي. رفض جميع الطلبات او اي استئناف اخر، يعني ما بقاش عند الحق المنتخب السنغالي انه يرفع طلب استئناف اخر. يعني كما كنقولوا قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني الامر كما كنقولوا ما بقاش فيه كما كنقولوا المزاح. يعني الكاس تثبت للمغرب وللمنتخب المغربي، وخساره المنتخب السنغالي كما كنقولوا هذه هي الصافره النهايه كما كنقولوا بالطريقه ديال التحكيم او لا بطريقه القضاء. كما كنقولوا سالينا هنا سالت، ما بقاش عند الحق السنغال انها تعاود ترفع مثلا القرار ديالها للطاس ولا الكاس كما كنقولوا باش انه تولي تستأنف مره اخرى. قبول الاستئناف الخاصه باللاعب اسماعيل السيباري لاعب المنتخب المغربي وتعديل ايقافه من مباراتين الى مباراه واحده والغاء الغرامه عليه وقيمتها $100,000. يعني ما بقاش السيباري غادي يعني ما بقاش غادي يخلص هذيك 100 مليون مغربيه سنتيم.
زائد انه بقات كما كنقولوا بقات عنده غير توقف في ماتش واحد، ما بقاوش جوج. قبول استئناف المغرب على عقوبة جميع الكرات وتخفيضها إلى 50,000 دولار، بعد ما كان كما كنقولوا حاسبين عليه واحد كما كنقولوا زبالة الفلوس. الحمد لله أن نزلت ل 50,000 دولار كما كنقولوا بالمغربية هي 50 مليون مغربية. تأكيد إلغاء الغرامة على قوات الأمن المغربية وقيمتها 100,000 دولار. تأكيد إلغاء الغرامة يعني ما بقاش الامن المغربي غادي يخلص هذاك 100,000 دولار اللي هي 100 مليون مغربيه بالفلوس ديالنا. تاكيد الغاء الغرامه على قوات الامن المغربي وقيمتها 100,000 دولار كذلك. تاكيد الغاء الغرامه على قوات الامن المغربيه وقيمتها 100,000 دولار. هادو هما اهم القرارات اللي خرجت بهم لجنه الاستئناف التاديبيه للتابعه للاتحاد الافريقي اليوم بالقاهره. الحمد لله هناك اخبار كما كنقولوا كانت زوينه بزاف، وهذا الشيء بفضل كما كنقولوا يقظه الجامعه، وكيفاش ان دافعات ورافعات على كما كنقولوا. خلينا نهضروا دابا كما كنقولوا دابا كما كنقولوا نبردوا شويه. هذا الشيء اللي درنا حنايا كما كنقولوا رجعناها الحقوق ديالنا اللي هي مشروعه، الحقوق مشروعه ديال المنتخب المغربي وديال اللاعبين المغاربه اللي كما كنقولوا اللي خلوا الدم في التيران. حنايا راه مجرد ان تعطات متسيفلات البيلانتي للمغرب في الفينال وقع هذاك الشيء اللي وقع، وهذاك كما كنقولوا هذاك الروينه اللي وقعت، وكيفاش ان ابراهيم دياز خسر هذاك البيلانتي ما قدر باللغه العربيه عطاه الحارس ما بغاش يماركيها لحقاش كما كنقولوا كان ساعات تكون فيها مشاكل كثيره. الحمد لله ان ما خرجت هكاك، ولكن الحمد لله المغرب وكيفاش ان حتى اللاعبين خرجوا من الماتش. حنا راه ما خسرناش بالكره باش نكونوا متفاهمين، حنا خسرنا الماتش من بعد ما وقع هذاك الشيء اللي وقع. يعني اللاعبيه كما كنقولوا ذهنيا ما بقاش مركزين، كما كنقولوا بدنيا كما كنقولوا حنا بالعربيه تعرفت برد فيهم الدم. يعني الدم ما بقاش كما كنقول ما بقاش هذاك الحراره ديال انهم كيلعبوا فينال وكيتقاتلوا على كما كنقولوا على كوب وكذا، وفي الاخر ان وصلوا هذاك مواصل وانسحاب ديال اللاعبين ديال المنتخب السنغالي وفيها بزاف. المهم كما كنقولوا ما تقل مازال ان شاء الله نرجعوا لهذا الموضوع، ولكن الحمد لله بيقظه الجامعه المغربيه وبيقظه كما كنقولوا كما الجهاز كما كنقولوا ديال الجامعه المغربيه اللي كان كيدافع على سواء المحامين سواء يعني كما كنقولوا الناس اللي العارفين بالاداره بالامور كما كنقولوا ديال الحقوق المشروعه ديال المنتخب المغربي انهم استطاعوا يرجعوا الكاس ديالنا. والمهم كما كنقولوا ألف مبروك وتحية لكم جميعا. واللي وصل معايا هنا كنتمنى أنهم يشجعونا ويشجعوا هذه القناة إن شاء الله باش نستمروا في الدفاع عن المسائل كما كنقولوا اللي كتهم المغرب والمغاربة. وألف مبروك مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.